استني، البيبي اويل والبادي لوشن مش نفس الحاجه، ده له استخدام وده له استخدام. كتير من المامز بيفتكروا ان هما ليهم نفس الاستخدام، بس الحقيقه ان كل واحد له فايده مختلفه. بما ان اللوشن قوامه خفيف فبالتالي ترطيبه كمان بيكون خفيف وبيكون سريع الامتصاص، فده حلو قوي للاستخدام اليومي للبيبي، وطبعا بيفضل مرطب البشره لحد 24 ساعه بدون احساس دهني. انا بحب قوي السانوسان كير لوشن علشان هو فيه ميلك بروتين، فبيحافظ على نعومه بشره البيبي فتره طويله، بجد بتوصل ل 24 ساعه. نستخدمه امتى؟ بعد كل حمام في الروتين اليومي كل يوم الصبح. لو بشرة البيبي مش جافة قوي ده هيبقى بيرفكت معاه. في الجو الحر اللي احنا فيه ده انسب اختيار. اما البيبي اويل فترطيبه بيكون اعمق ومكثف لان هو بيكون غني بالزيوت الطبيعيه. امتى بنستخدم البيبي اويل؟ اول حاجه لو بعمل بيها مساج للبيبي، سواء قبل النوم علشان يهدى كده ويدخل في النوم بشكل كويس، او لو عنده مغص وبنعمل مساج لبطنه بيكون بالبيبي اويل. تاني حاجه بحتاجها قوي فصل الشتاء لان البشره بتجف، ولو عندي اي حتت في الجسم جافه طبعا بتترطب ببيبي اويل مش بالبادي لوشن. وعلشان كده انا بحب استخدم الاتنين وما بقدرش استغنى عن اي واحد فيهم.